انت عملت كتاب ما تيجي ننجح، عشان كده انا بدأت معاك ما تيجي ننجح، وكاتب كلام شبابي عن النجاح والإيجابية. انا عايز اعرف يعني ايه كلام شبابي عن النجاح؟ هل خدت نماذج من الحياة عرضتها، ولا من خلال البحث والمعرفة طلعت انت او عرفت ايه النقاط اللي ممكن تخليني ايجابي وفعال في المجتمع؟ يعني الكتاب ده يمكن حكايته مختلفة، ان انا عمري ما كنت مدرب تنمية بشرية ولا كنت بتكلم عن النجاح، بس انا كنت بحس ان الكتب اللي بتتكلم عن ازاي تنجح بطريقة مصرية تناسب ظروفنا الحالية اللي احنا بنمر بيها معدومة، ما لقيتهاش. يعني كويس. انا كان نفسي اقرا كتاب بيتكلم عن ازاي انجح في ظل ظروف صعبة بنعيش فيها. فقررت اكون ايجابي بقى، قلت انا هكتب انا الكتاب ده. عايز اكتب كتاب واقعي جدا، مصري جدا، كل النماذج اللي فيه مصريه. تمام. حد كان نفسه يبقى مصمم برامج فقدر يعمل ده، حد كان نفسه يبقى مصور فوتوغرافي فقدر يعمل ده، رغم ان كانت ظروفه صعبه ومر بمشاكل كتير جدا. فدورت على نماذج مصريه في كل مكان قدرت تتحدى الواقع اللي احنا عايشين فيه وتبقى حاجه ايجابيه. ما رضيتش اجيب النماذج اللي هي والت ديزني والمخترع وبيل جيتس، كنت عايز اجيب نماذج مصريه عشان ما تتقالش حجه اصل دول اجانب فقدروا ينجحوا عشان هم في ظروف مختلفه. تمام. خليت كل النماذج تبقى مصريه جدا، شبابيه جدا، كلها في سن ال20 يعني. جميل. انا كمان لافت نظري الغلاف بتاع الكتاب، الغلاف جميل قوي. لكن انت اللي صممته ولا حد؟ لا، في مصمم شاب، كان في ورك جروب للكتاب يعني. طيب جميل. حدوته عبريه بقى، ايه الحكايه؟ حدوته عبريه ده كتاب انا بحبه جدا، عشان برضو اتكتب بطريقه فريق العمل، ما كنتش انا لوحدي. تمام. كان في حد معايا في الكتابه، وكان في رسام رسم لنا لوحات تعبيريه. الكتاب ببساطه كان بيتكلم عن المصريين اللي بيشتغلوا في اسرائيل، اللي هم سافروا اسرائيل وبيشتغلوا هناك. الكتاب تمام. مش بيشجع على ده خالص، بالعكس، لكنه بيتكلم عن همومهم، طموحاتهم، ليه خدوا خطوه زي دي. يعني هو اقرب لتحقيق صحفي كبير. ويمكن الصحافه المصريه تناولت الموضوع ده في الفتره الاخيره، ويمكن اخيرا كان انا لسه قاري من حوالي يومين ثلاثه كده ان هو هيكون في سحب الجنسيه المصريه لاي من واحد كل شخص يتجوز من اسرائيل. هو الكتاب ده اتكتب تحديدا بسبب القضيه دي. يعني انا قررت اكتبه لما المحامي اللي رفع القضيه ديت بدا في بدايتها. كنت عايز اعرف طب احنا عمالين نتكلم وناخد لهم في قرارات، طب هم بقى بيفكروا ازاي؟ تمام. فحاولت ادور على نماذج سافرت واشتغلت هناك عشان ورجعت مصر طبعا، عشان افهم دماغهم وليه عملوا كده جميل. طيب احنا كشباب يعني عندنا طموحات كتير، لكن بنيجي نقول انا يا جماعه مش قادر، زي ما قلنا انا احبطت خلاص. نقول لازم يكون في ثقه بالنفس، بس انا ما عنديش الثقه في النفس، يعني الظروف مخليني مش عارف اعمل حاجه. فدلوقتي في اللحظه دي هو يعمل ايه؟ يعني انا بكلمك بطريقته، هو بيقعد يتكلم معايا كده يقول لي طب انا هعمل ايه؟ ما هو انا هروح يعني بدل ما اروح اسرق خليني قاعد على القهوه ملموم احسن. فرأيك ايه في الكلام ده؟ بص، انا كان ليا صديق عنده مشكله قريبه جدا من اللي انت بتتكلم عليه، مع اني ما بحبش كلمه مشكله. بس كانت الحاله بتاعته انه بيقول مش هينفع مش هينفع. فكنا بنتكلم مع بعض، فقلت له قدامك حل من اتنين، يا تقرر تموت يا تقرر تعيش، مفيش بقى تاني. يعني قرر تتحرك وتقوم وتتعب وبعدها تقول انا ما عرفتش، او ان انت خلاص بقى يعني ربنا معاك. لما بتتكلم مع حد عن شعور الموت، ان انت هتبقى عايش ميت وعايش يعني مدفون بالحياه، دي بتبقى حاجه مؤلمه جدا. فبيبتدي يعني كانك بتحفزه بالظبط، هي جمله تحفيزيه يعني. قوم اتحرك، اسعى، اكيد هتنجح. ووجودك طول الوقت مع نماذج ناجحه ومع شباب اشتغلت وقدرت تحقق احلامها، ده بيصيبك بعدوى اسمها عدوى النجاح. جميل جدا. يعني انت النهارده او بتتكلم في نقطه مهمه جدا، الا وهي لو في انا تواجدي، انا شخص مش قادر